يقول السائل: حضرة المشايخ الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون أن هناك جماعات إسلامية تدعو إلى الله، فما رأيكم أن يقرب بين هذه الجماعات جميعا؟ وهل يمكن هذا مع اختلاف مشارب هذه الجماعات في مناهجها؟ وجزاكم الله خيرا. السؤال موجه إلى فضيلة الشيخ ربيع، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فإن الذي يجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، لا فرقا كما هو الواقع، ولا كما يسمى مغالطة بالجماعات. فإن الحقيقة أن هذا التفرق صفات أهله الفرق التي تحدث عنها رسول الله، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه أنا وأصحابي. فعلى هذه المسمى بالجماعات الآن أن يتحدوا، ولا سبيل إلى وحدتهم حتى يتنازلوا عن الآراء التي فرقتهم ومزقتهم، ولا يتم ذلك التنازل إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. وقد وضع الله قاعدة لفض الخلافات، وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، وهذا أمر واجب ليس أمرا اختياريا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الجماعة يجب ما هو أن تتقارب، يجب أن تتحد، تكون أمة واحدة معتصمة بحبل الله لا تفرق بينها أبدا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، واعتصموا بحبل الله جميعا. فعلى المسلمين جميعا أن يعودوا إلى كتاب الله فيفقهوه ويدرسوه دراسة واعية في ضوء فهم السلف، ثم يتنازلون عما ابتعدوا فيه عن السلف، بل ما ابتعدوا فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذلكم هو خير وأحسن تأويلا، وإلا فإن الخلاف شر، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، وحذر منه القرآن، وامتثل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية. فما كنت تجد لهم مناهج ولا تجدهم جماعات، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذه الجماعات أو هذه الفرق للعودة الجادة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ليحل بينهم الخلافات وينهي هذه الصراعات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.